السلام عليكم مربين الدواجن في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. كل الناس اللي بتربي تربية منزلية تحضر معانا الحلقة دي، حلقة هامة جدا علشان نحاول ننقذ ما يمكن انقاذه. صوتوا يا جماعة، يمكن حد يجن. صوتوا. كل الناس اللي بتربي تربية منزلية معظمهم بيكسب كويس. انت راجل بتوفر ايجار وعمالة ومصاريف نسرية كتيرة جدا، فمفيش خسارة، وغالبا على مدار السنة بتكسب. اوعى تحسب مكسبك ده على المزارع. يعني انت راجل بتربي مثلا في 200 كتكوت، ممكن يكون مكسبك في متوسط 3000 جنيه. اوعى تمسك الآلة الحاسبة وتحسب لو خدت عنبر 5000 يبقى انا كده هكسب كام؟ الساعة ب5 جنيه والحسابة بتحسب تشغل دماغك وتعتقد ان انت كده هتبقى مليونير. الساعة ب5 جنيه والحسابة بتحسب. دي سكة الندامة. مش اي حد يبقى مربي مزارع او في عنابر. تربية المزارع بتحتاج خبرة كبيرة جدا، طريقة تطبيق التحصينات خطيرة جدا. معظم مربيين المزارع يعني اكتر من 60-70% بيخسروا. فما تجيش انت من مكانك الصغير اللي هو تربية منزلية بتربي 100 ولا 200 ولا حتى 500 وتعتقد ان انت هتخش في المزارع وتنجح على طول. لازم تدرس الامر، لازم تدخل بشكل تدريجي. مش على مهلك كده مش كويس عشانك. طب يعني يا دكتور مش من حقي ان انا اطمح؟ مش من حقي ان انا ازود دخلي؟ اوكي مفيش مشكلة، بس شوف انت نجحت في ايه، زود اللي انت نجحت فيه. ازاي؟ انت راجل نجحت في تربية مثلا 100 او 200 او 300 كتكوت، زود الاماكن مش العدد. يعني ما تاخدش عناب، انت ممكن مثلا تربي في 3-4 اماكن، كل مكان برضو 200-300 كتكوت. ليه؟ علشان خبرتك ورعايتك على قد المكان ده بتكسب. ان رحت لبست جلابية اكبر من حجمك هتغرق وتخسر وترجع تندم ندم عمرك. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. فنصيحة لوجه الله، اي حد يعرف حد في التربية المنزلية وبيشاور عقله شيطانه بيوزه، يلا يا عم خد عنبر و2 واشتغل وخليك مليونير. كل بتمشي بشكل علمي. التربية في المزارع والعنابر بتحتاج مهندس زراعي وبتحتاج طبيب مشرف وعمال خبرة، وانت صاحب راس المال محتاج خبرة في الإدارة كمان، وتاخد الموضوع خطوة خطوة. أنا المدير. لكن في التربية المنزلية عايز تزود دخلك، زود عدد الأماكن اللي بتربي فيها تربية منزلية. شوف 2-3 شباب أو 2-3 ربات منزل، أو شوف حد أماكن تانية، شارك 1 و2 في تربية منزلية. اشرف انت بنفسك على مكان و2 و3، بس برضو في المكان اللي انت نجحت فيه. انت راجل بتلعب في ملعب خماسي، ايه اللي يوديك تلعب مع الاهلي ولا برشلونة؟ انت بتلعب في ملعب خماسي، انت امكانياتك تلعب في المكان الصغير ده. ان رحت لعبت في ملعب كبير صدقني هترجع تندم. والدليل على كلامي، انت شوف ادرس كل الناس اللي في العنابر والمزارع، اغلبهم يعني اكتر من 60-70% بيشتكي من الخسارة. يا حسن السودة انا يابا. يا حسن السودة انا يابا. مع انه بيربي بقاله سنة و2 و3. لكن معظم الناس اللي في التربية المنزلية اغلبهم ان لم يكن كلهم بيكسبوا في التربية المنزلية، لانك بتوفر عمالة وايجار ومصاريف نسرية وادوية كتير جدا وتحصينات فيروسية. فحاجات كتيرة انت ممكن تلاقي نفسك يوم ما البورصة تنزل او الفراخ حتى نصها يموت برضه هتلم راس مالك ومش هتخسر. الكلام ده بقى ما بيحصلش في المزارع والعنابر. انت في المزارع والعنابر بتحتاج مصاريف وايجار وعمالة وتحصينات فيروسية، ومش اي تحصينات، وطريقة تطبيقها وادوية غالية. انت بتحمي راس مالك، راس مالك بيكبر، كل ما يكبر راس المال محتاج حماية وتأمين. فعلشان كده بتلاقي هامش ربحك ممكن 5000 فرخ ممكن 200 كتكوت يكسبوا اكتر منهم، ان ما كانش 5000 هيخسروا اصلا. فانت لا، خليك في مكانك. نجحت هنا زود عدد الاماكن اللي انت نجحت فيها. ما تغيرش توبك، ما تغيرش توبك الا بشكل تدريجي. انك تكون تشوف حد مثلا ناجح في التربية في المزارع، ناجح
وتشاركوا واحده 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 كده بنسبه بسيطه. اقصد بنسبه بسيطه يعني ادخل ب 10% بس، ما تزودش عن كده لحد ما تتعلم ويبقى عندك خبره واحده واحده. لكن اوعى تاخد خطوه اوسع من خطوتك علشان ما تتزحلقش وتتكعبل وتخش في مشاكل ومتاهات. دي كانت حلقتنا النهارده. ايوه ما فيهاش معلومات طبيه زي ما اتعودنا، لكن الكلمتين دول ابرك من 10. وفي النهايه طبعا ما تنسوش اللي عنده اي سؤال يكتبه في التعليقات، ويا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال. كان معكم دكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.